الموضوع الحاق الهزيمة بداعش، الحكومة يمكن أن تنتصر عسكريا على داعش، الحكومة والقيادات الأمنية والحشد الشعبي والفصائل الأخرى التي تقاتل ممكن لها أن تنتصر عسكريا، لكن الموضوع العسكري مختلف عن الموضوع الأمني. يعني ممكن استطاع العراق أن يقف بوجه داعش ولا تصل إلى بغداد، لكن داعش وصلت إلى بغداد بسياراتها المفخخة، وصلت إلى بغداد بعمليات القتل والعمليات الأخرى. صحيح، الأمن يختلف عما يحصل الآن في المعركة، يختلف تماما لأسباب عديدة، لأنه هذول داعش هم عراقيين من أبناء هذا الوطن، من بغداد ومن البصر من الموصل من البصرة لعله من الأنبار، موجود مواطن عراقي وراء جهة سياسية تحميه، وراء جهة سياسية متقاعسة، وراء من جهة فاسدة أمنية وخطة أمنية فاسدة. فحاضن العراق، السياسيين العراق خلقوا بيئة لهذه إذا جاز لنا التعبير نسميهم حشرات، بيئة لهذه الحشرات أن تعيش في جو العراق. أمن سيء جدا، إدارة أمنية أصلا والله هواي عليها نقول سيئة، يعني أقل من سيئة، لو ألقى عبارة أقولها بس ما أعرف أقل من هاي العبارة. ملف أمني إدارته سيئة وفاسدة وغير ناجحة، وإدارة سياسية سيئة وفاشلة وفاسدة. وهذول داعش من مكوناتها بشعب العراق، أبناء العراق يعيشون وسط الشعب العراقي، مسترخي يروح للسجن يطلعوه من القضاء، بالمركز الشرطة يجيبوا له تليفون يحكي وياهله. بالتالي ما كنت تصار على داعش ما دام أمنيا أنت غير قادر أن تلحق الهزيمة به. أنا أقول إذا بقت الخطة الأمنية، هسه الجزء وقت البرنامج ما يسمح شرح خطة أمنية وشنو المشروع الأمني الناجح، إذا ما تغيرت استراتيجية الأمن بالعراق لن ننتصر على داعش. وإن لم تتغير هذه القوى السياسية لن تتغير استراتيجية. وحتى وإن حررنا المناطق سيعود فيها داعش مرة أخرى. والآن بعض المناطق احنا حررناها قلنا نلقاكم داعش جو. وشنو داعش؟ هو عراقي. يعني شنو طول لحيته فترة ويا داعش الآن ينزع لحيته وانتهت القصة. إذا بقت نفس القوى السياسية هاي على نفس منهجها على نفس إدارة الملف سوف لن يكون هنالك أمن، لأن هذول عقليتهم ماضي هاي ومتوقفة على هاي الإدارة، متوقفة على هذا البرنامج، متوقفة على الخطة، مع أنه واضح جدا. يعني هيك أريد أضرب مثل، أنت أي فعل شفته إدارة وضعتها حضرتك تختلف عن كل الإدارات بالعالم، زين، وإدارتك فاشلة، الإصرار عليها ليش؟ يعني الإدارة الأمنية، إدارة الملف الأمني، خطط إدارة الملف الأمني تختلف عما موجود في كل دول العالم، وبلدنا مستهدف من بلدان دول كل العالم بهذه القوة. ليش إصرار على هذه الخطة الأمنية الفاشلة؟ ليش؟ مصالح، والمصالح أرجع أقول هذه القوى السياسية هي وراء هذا الفساد الأمني. إذا ما تغيرت هذه القوى السياسية لن يتحقق. ترى مع الرأي الذي يقول بأنه ضرورة وجود فصائل الحشد الشعبي مع القوات الأمنية مع عمليات بغداد لحماية بغداد؟ شوف، على التهديد اللي حصل بهذا النوع الداعشي والهجوم العسكري اللي هو سياسة إسقاط المدن، نعم يلعب دور إيجابي الحشد، لكن على مستوى إدارة ملف الأمن ما يصير. أمن تخصص، أمن إدارة، يعني الأمن عزيز ينبني خبرة، تنبني ضابط الأمن، تنبني يشتغل من هو ضابط ملازم إلى أن يصير عميد، إلى أن يصير لواء في هذه المنطقة، يعرف المجرمين وتحركاتهم وخطوطهم واستراتيجياتهم وأهدافهم وحواضنهم وثقافتهم، تنبني منظومة ثقافية أمنية. ما عندنا أمن، ما عندنا مؤسسات أمنية عزيزي، ما عندنا مؤسسات أمنية. أنا أقولها وأتحمل مسؤوليتها. زين. مؤسسة أمنية في العراق لا توجد عسكرة، أو فرق بين العسكرة وبين الأمن. وبالتالي يعني وجود فصائل من الحشد الشعبي، اكو مطالبات حصلت من هذا النوع على انه من الممكن فصائل معينه من الحشد الشعبي تكون موجوده في بغداد وتحمي بعض المناطق. لا انا لست مع هذا الراي. انا لست مع هذا الراي ان تاتي فصائل من الحشد الشعبي تصير المنظومه الامنيه بالعراق. انا لست مع هذا الراي. مهما يكون الحشد الشعبي مؤسسة نمت على أساس برنامج، على أساس معركة، على أساس ثقافة معين، مو شغله يجي يدير ملف أمني.
هي هيئة تابعة لرئاسة الوزراء بحسب القانون الجديد. إذا طلبت الحاجة، إذا نريد يمسكوها يطورون قدراتها. هذا صار بالعراق، يجيبون ضابط مدفعية بالجيش العراقي، خدمته في زمن النظام وفي المرحلة القادمة لست أعيب عليه، ضابط مدفعية خدمته في 25 سنة ضابط مدفعية، يجيبوه يسلموا ملف مخابراته ويسلموا ملف أمن، ولذلك فشل. مو شغل. شوف باوع الأمن بالكلية العسكرية شي علموه؟ الأمن أنه تكتشف الجريمة قبل وقوعها. الشرطة زين تكتشف القاتل بعد وقوع الجريمة. تنبني عقليته على شنو؟ أنه قبل وقوع الجريمة الأمن يروح يمنحها. قائد الشرطة والتحقيقات تكتشف القاتل، تبحث عن القاتل. الجيش يمسك حدود مدفعية ونار وجبهة. جابوا ضباط الجيش سلموهم ملفات أمنية، ودوا قسم للمخابرات، قسم ودوا للداخلية، قسم ودوا للاستخبارات. جابوا ضباط من الشرطة رجعوهم ودوهم للجيش، راح يقود فوج بالجيش أو لواء بالجيش. فالإدارة خطأ. أنت تريد تجيب الحشد، مو المشكلة بعنصر الحشد. خب أنا من الحشد وأنا من قيادات الحشد، يعني هذا الجندي بالحشد انبنى على أساس أنه يقاتل قتال حروب، معارك، يواجه قوة. ما تدرب على أنه يكتشف قاتل ويجمع معلومة ويحلل. يكون واضح.